السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا باسم سعد. في درس النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي لما نيجي نعمل أبليكيشن، إزاي إنه لما ينزل على أي موبايل الديزاين بتاعه ما يتغيرش. يعني إيه؟ يعني مثلا عندي مثلا هعمل أبليكيشن، أدي مثلا عملت بوتون هنا وبوتون مثلا هنا. لما يجي يتغير مثلا شكل الديفايس بتاعنا أو الجهاز اللي أنا حاطه عليه، الشكل اتغير خالص. بصوا البوتون بقى هنا وهنا، ما بقوش يعني الديزاين بتاعي اتغير. برضو لما اجي اغير نوع الجهاز اللي انا منزل عليه الابليكيشن بتاعي، برضو شكله بيتغير. ازاي احل الطريقه دي؟ عندنا حاجه هنا الاندرويد ستوديو منزلها لنا جديده من جوجل في اللي اوت، اسمها كونسترينت لاي اوت. ندوس عليها كده ونبدا نحملها ان شاء الله، وبعد كده نرجع نكمل شرح تاني. بعد ما شغلنا الكونسترينت لاي اوت، هنبدا دلوقتي نشوف هنشتغل بيه ازاي. هنسحبه كده زي ما كاننا بنشد اي بوتون عادي، وبعد ما نعمل الحركه دي هنعمل حاجه اسمها ريبيلد. هندوس كده عليها سينك البروجكت، هيهندل الحاجه الجديده اللي انا مديها له دي، ونخش على التكست نغير. ناخد السطر ده كده كوبي، ونشيل كلمه ريلاتيف دي ونحطها مكانها، ونمسح ده بقى، ما بقيناش محتاجينه خالص. نيجي هنا في الديزاين بتاعنا، نبدا بقى نشوف ايه الفرق اللي حصل معانا. نجيب بوتون كده، نشتغل كده احسن. نجيب ادي البوتون اهو، بصوا مثلا ممكن نحطه في النص. بصوا البوتون تلقائيا مع نفسه بيعمل شكل عامل ازاي. اقدر بقى انا اعمل له مساحه كده يبقى موجود فيها. ابدا اجيبه مثلا يمين سنه شمال سنه، ببدا انا هندل الشكل مع نفسي. اجيب مثلا بوتون تاني واخليه كده مثلا. بصوا هو اوتوماتيك بياخد شكل لنفسه ازاي كده، اتربط مع البوتون ده. ببدا اخليه مثلا هنا ليه طول معين، وهنا برضو نفس الكلام. واقدر اغير المسافات بتاعته من هنا. مثلا دي 24، ممكن نخليها مثلا 30. نبدأ برضو نتحكم من هنا او من هنا عادي. لما نيجي بقى نغير شكل الجهاز اللي احنا شغالين عليه، هنلاقي بص هو بدأ يهندل المسافة مع نفسه. يعني مش هلاقي المسافات اختلفت، هي نفس المسافات اللي هو كان واخدها. فكده بيحافظ لي على شكل التصميم بتاعي. وهيبان اكتر امتى؟ لما يكون مثلا عندنا تصميم البوتون مثلا فيه كده، يعني البوتون ده يبقى كده والبوتون ده يبقى كده مثلا. نمسحهم خالص. ادي مثلا عندنا يبقى بوتون كده، وكمان بوتون هنا جنبه. نبدأ نشد دول كده. هنا بقى هتبدأ تبان لما نيجي نغير من جهاز لجهاز، هنلاحظ ان هما ما بيختلفوش من مكان لمكان. هيبقى التصميم بتاعنا ثابت تمام كده. فهي دي فايدة ان انا لما ابعت البروجكت بتاعي او يشتغل على اي جهاز، الديزاين بتاعي ما يتغيرش خالص. وده بيحافظ لي طبعا على شكل البرنامج بتاعي. يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله الحلقة الجاية حاجة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.